خوتي المغاربة مرحبا بكم. وقالها بن كيران، ولا قالها بن كيران انتهى الكلام. إذا قالها بن كيران انتهى الكلام. مصطفى بيتاس يتذاكى ودار معنا واحد الخطة، وانا كنقول لكم دائما ان اقصى اشكال القمع هو التضليل. سي مصطفى بيتاس دار واحد العملية، دار واحد الخطة تفاصيلها بشكل حرفي كاينه في واحد الكتاب ديال المصري عادل مصطفى. هذا الكتاب شنو سميتو؟ المغالطات المنطقية، فصول في المنطق غير الصوري. المغالطات المنطقية، فصول في المنطق غير الصوري ديال عادل مصطفى. من أروع الكتب، من أروع الكتب. واحد 3 الخطط أنا نشرحهم لكم، وفي علاقة ببيتاس كيفاش دار في البرلمان نفس الخطة دار. سبحان الله. ثم حنوقف عند وزير التربية الوطنية الذي ظهر في مشهد مخجل مثير للشفقة، مضر بصورة المرفق الذي يرأسه، ومضر بصورة المؤسسة الدستورية التي تحدث من داخل وهي البرلمان. مؤلم، مؤلم لهذه المملكة المغربية العظيمة أن يترأس وزارة التربية الوطنية وزير ويظهر بذلك المشهد. مؤلم، مؤلم بزاف بكل ما قبلها. دعوني أولا نوقف عن 2 نقط. النقطة الأولى تتعلق بالصور التي ظهر فيها جلالة الملك يتوسط ابنيه في باريس، نقلا عن إحدى الصحف الفرنسية. الملك بحكم وضعه الاعتباري أن تتقفى الصحف آثاره وحركاته وحياته أمر عادي، لأن الرجل هو ملك، فعادي الصحف تهتم بحياة الملوك وحياة الرؤساء وحياة الزعماء بأبسط. وظهر الملك في مشهد جميل جدا، خاصة في علاقته بابنته بواحد الحركة دارها يعني كوقاية لها من البرد، فأثارت يعني انتباه العديد من الناس واستحسان وإعجاب العديد من بينهم الصحيفة الفرنسية. كما ظهر ولي العهد يعني يتحدث بطريقة يبدو يعني بقوة وبحضور أثار انتباه الجميع. أنا ما أثارني في هذه، لأن الملك هو ملك ولكن هو إنسان عادي يدير هاد السلوكات كما كيديروها الناس. أي أب تيعنق بنته، أي أب تيلبس بنته، أي أب تيهضر مع ولده، أي ولد كيدير السيلفي كما بنوي العهد كيدير السيلفي، بحالو بحال البشر. الملك بحالو بحال الناس كاملين ملي كيولي إنسان. طبعا ملي كيكون ملك عنده واحد الوضع اعتباري، هذا أمر يعني محسوم في أمر. أنا اللي طارني بزاف خصوصا البعض، ما كنهضرش على كلش، البعض في مشى الملك، غاب الملك، أين الملك؟ أين الملك؟ أين ظهر الملك؟ ماذا يرتدي الملك؟ لماذا يسير بخطى ثقيلة؟ لماذا يسرع الملك؟ ما هذا هو اللي تار انتباهي عاد، وخصوصا مشيت للبعض. علاش؟ واحد الوقت في مشى الملك، في مشى الملك، في مشى الملك، في مشى الملك، بان الملك اش لابس الملك، اش لابس الملك، اش لابس الملك، بمعنى أنه طارت معزة، مالك مزغب. ديك المقولة ديال بنادم تابعك. هذه النقطة. نقطة أخرى دابا علاقة باللبسة. أنا نتفهم على أن اللباس الملك يقدر يكون موضوع نقاش، ماشي موضوع مصادرة وماشي موضوع ديال إدان. لا، بالنسبة لي يقدر يكون موضوع نقاش بحكم الملك مهم. فوقاش مثلا الملك دخل بلباس رياضي في افتتاح دورة ديال البرلمان، تصور الملك حضر بشي لباس رياضي في صلاة الجمعة أو لا في الدروس الحسنية الرمضانية. الملك كنشوفوه حنا في افتتاح دورة البرلمان كيجيب الجلابة المغربية، كيدير خطاب العرش، كيدير البدله العصريه الكوستيم بالكرافات، كيمشي للجامع كيدير الجلابه، في الدروس الرمضانيه كيدير الجلابه. واذا ظهر الملك في الشارع كباقي الناس ويرتدي واحد اللباس من اختياره اين هو المشكل؟ فين كيشكل المشكل؟ علاش الناس زعما كتهتم بهذا؟ لماذا هاد ما بغيتش نطول في هذا الموضوع اخوتي المغاربه بزاف. خليني نمشي لواحد السيد، واش نسميه ولا لا؟ من البارح بالليل وانا كنفكر نسميه ما نسميه. يعني شخص محسوب علينا وعلى الصف الصحافة والإعلام، شخص طبعا هو ماشي عادي بحالنا، له نفوذ وله إمبراطورية إعلامية وله استفزنا ذات يوم بمقال يعني مؤلم جدا تحت عنوان كلنا إسرائيليون، كلنا من داخل المملكة المغربية. وفي لحظة دقيقة جدا كانت مشاعرنا على الأعصاب، يعني معصبين أمام الهجوم ديال ونحن عندنا تراكمات تاريخية تجاه الآلة ديال إسرائيل، وانخرطنا في نقاش وكلفنا ما كلفنا. ولا نستبعد
هذه وجهة نظر ما نعاني اليوم في هذه القناة، وقلتها بسبب أننا